قبل سنه 1860 الناس ما كانتش بتعرف ايه هو اللي بيسبب المرض، بس كان في شويه اشارات غريبه تقول لنا ايه هو الحاجات اللي بتسبب المرض. اول اشاره كانت في كتاب لماركوس عفارو اللي قال لنا محدش يسكن جنب المستنقعات علشان في شويه كائنات دقيقه علينا ما تقدرش تشوفها بتتكاثر جوه المستنقعات ديت. سنه 1546 اقترح فرانكاسترو ان الامراض الوبائيه ديت بتيجي من كائنات دقيقه شبه البذور، تقدر تنتقل من مكان لمكان وبتسبب العدوى بالتلامس المباشر او الغير مباشر. بعد كده جه ليفن هوك وقال ان في ديدان اللي هو كان يقصد بيها الميكروبات، يعني هي ديت اللي بتسبب مرض الجدر. عشان يجي بعد كده لويس باستير يا جماعه سنه 1860 ويقول لنا ان فعلا الامراض ديت بتتسبب عن طريق الميكروبات. ومش بس كده، احنا ممكن نقضي على الميكروبات ديت بطريقه سهله جدا، ان احنا نسخن تسخين شديد وبعدين نعرض الحاجه اللي احنا سخناها ديت لتبريد مباشر، وده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي وبنسميه البسطره. وده اللي فتح الباب قدام الدكاتره ان هم يهتموا بغسيل الايد ويعقموا الادوات بتاعتهم عشان يقضوا على البكتيريا وينقذوا كتير من الارواح اللي كانت تموت من امراض الميكروبات. شايف مهم؟ اكيد يستحق ان انت تدوس لايك.